حبايبي تعالوا اوريكم نورة بتطبخ ازاي. طبعا ما تعرفش تطبخ ولا تعرف تعمل اي حاجه. وفاء ماسكاها بقى في التليفون، حطي قد ايه توابل، حطي باميه، حطي كذا. تعالوا اوريكم بتعمل ايه. ايوه قلبي كده. ايوه بصي بقى، اما تغلي غلوتين يا نوره تبتدي بقى تحطي ايه التوابل. فاهماني؟ غطي عليها بقى. ايوه كده. عايزه احط في الشوربه بقى هتحطي كوبايه كبيره من الشوربه السخنه بالكبشه، من غير دي بالكبشه يا نوره. هتحطي مثلا اربع كبشات، 5 كبشات شوربه. كبسه دي. ايوه اشطفيها بس كويس. 5 كبشات. اشطفيها بقى عشان هنحط دلوقتي، عشان تحطي التوابل. بتعمل ايه؟ انتوا بتعملوا ايه؟ انا قفشتكم. اوري حبايبي انتوا بتعملوا ايه. معلم بنتي ايه؟ ابوكي قفشني يا نور. باباكي قفشني. مش سامعه. هي مش سامعه. لا انا بتكلم مش واخده بالي. بقول لهم نورة مش عارفه حاجه ووفاء عمال تعلمها. لا ده نوره استاذه. طب نوره خلي احمد بالله عليك يقول لك ايه رايه في الطعم. ماشي. والله لا يقول لك مفيش بعد كده. وفاء انت عامله لنا اكل النهارده؟ انا عامله لكم لحمه وفاصوليا، وعندي طبعا محشي من بقيه امبارح، وعندي فراخ وبط ووز من بقيه امبارح. يعني النهارده هتهيصوا. مين ومين هيفطر؟ هبه جايه. بجد؟ هي ومين؟ هي وعيالها. يعني كلهم؟ كلهم ما شاء الله. ما شاء الله. والاكل هيكفينا؟ طبعا. طب ما نزحلق اي حد منهم. بنزحلقك انت. انا موافق. عايز تفطر بره؟ انتي توابل. قلبي لغايه ما تلاقي كله امتزج في بعض. طب اقول لحبايبي مروان ومالك عملوا ايه؟ لا اقول لهم طيب. استر على العباد يا ابراهيم. طب اقول لهم بس. لا مش قادر. لا والله ما انت هايل. فظيع، انت فظيع. طب اقول لهم عمل ايه؟ بقول لك والله ما انت هايل، حلفتك بالله. اطفال حباب الله. عادي يا حبايبي، هيستفهموا الموقف يعني. هيتفهموا الموقف وهبه مش هتزعل. يا عم اسكت يا عم. طب اقولها لهم عن طريق فزوره. بصوا انا دلوقتي معايا برنامج الطبخ مع وفاء. مش فاضيه لك. كان يا جماعه هبه وريني كده. ايوه 100 100 100 100 نوره 100 100. طب ايه اللي هو 100 100؟ الجمال ده. طبعا. ايه رايك؟ استنى. باميه جامده. عمال تقلب. وحمرا ايه؟ برافو يا نوره، برافو. بصي بقى، حطي يا نوره بقى كبشتين كده الاول شوربه، نشوف هتلحلح معاكي ولا لا. طب بص يا وفاء، هبقول لهبه اقول لهم على مالك ومروان ولا لا؟ ماشي، بسأل هبه النهارده وهي جايه. هي لو زمانها جايه. بسأل لو قالت تقول هقول. بس كده مظبوط. طب اديهم نبذه صغيره. ولا نبذه ولا. انت فظيع اقسم بالله. شاطره يا نوره. بصي بقى بنتي، حطيت الغطا وخدت الاول بالكبشه وحطيت الغطا تحتها عشان ما تبهدلش البوتاجاز. شاطره يا نوره. يلا خليكم معانا يا حبايبي. اما تيجي هبه نشوف هنعمل ايه، وبعد كده كل سنه وانتم طيبين. ايوه اوعي كده. ايوه ممتاز. بس كده يا نوره، ما تحطيش حاجه دلوقتي. وطي النار وغطي. بس كده. الباميه دي تطلع باميه ضرب نار. بص يا وفاء، قولي لها بابا بيقول لك يعني الطبخه تقولي لها مره واحده عليها بس، مش كل مره تعملي لها كده. انا تحت امر بنتي يا بابا. تقول ما انت عشان تعلميها حبيبتي. انا مش قصدي معاها. حاجه. انا معاها عشان تعلميها. الاب ده
قلبه جامد. خلصت. شاطره. يلا اعملي الرز بقى. بكتب لك يا بابا في الغربة تجينا. عملت ايه؟ يا خراج على البنت دي مشكله. عملت ايه؟ ما صدقت يعني خلصت الباميه واللحمه بقى، ما عرفت ان في رز بقى تحس ان ايه جالها اكتئاب. لا يا عيني النور. الحلة بتاعت الرز. هتعمليه ابيض؟ لا الشعرية. طب بصي هاتي حله صغيره، هاتي الاصغر من الحله اللي انت عملتي فيها اللحمه. طب استني بقى يا وفاء، اخر حاجة عشان حبايبي ممكن يقولوا انت بتصورها وهي لابسه الحجاب ومش عارف ايه، انت كنت لابسه الحجاب ليه صحيح؟ والله نازله قسما بالله. طب طيب. اقول لكم على حاجه، انا بقعد كده. والله يا جماعه لسه جاي انا وفارس من بره، ثواني يا نور. لسه جاي انا وفارس وهي لابسه فقاعده تكلم نور، قلت راح اصورها. انا كده والله قسما بربي، والله يعني الواحد صايم اهو في نهار رمضان، هو الشاهد ربنا. ينفع من الدك؟ وريني. ماشي، حلو حلو. اشطفيها بقى. بصي بقى هتحطي، شفت انت كيس الشعريه؟ حطي نصه. هقولك. استنى اعمل لك زي الافلام ما بتعمل. ايوه الغطا معاها. بس خلاص يا نوره كفايه غسيل. كفايه. النبي احسن هتعمل بتنجان مخلل يا حبيبي. شاطره. اقول لك السر بتاع البتنجان مخلل ولا انت فاكراه مني؟ ايه؟ اقول لك التفاصيل. ايوه. بتنجان المخلل هتحطي فصين توم بس. برافو. تعملي ايه؟ هقول عشان حبايبي، فص توم او فصين، لو فص كبير ماشي، لو فصين صغيرين ماشي. تحطوا 3 4 فلافله يعني قرون فلفل، طماطمايه، حبه كمون يعني معلقه كمون محترمه، ومعلقه ملح وتضربوا كل ده، وبعد كده تحطوا بقى خل يا اما ليمون او يحطوا الاثنين، انتوا حرين. هتلاقوا حاجه كده. طب قولي لهم من الاول سريعه بقى. الايه؟ قولي لهم من الاول سريع. ما هو فص توم يا اما فصين توم صغيرين، وحوالي 4 فلفليات يعني قرون فلفل، وطماطمايه، وتهرسوا كل ده مع بعضكم، وبعد كده تحطوا معلقه كمون محترمه ومعلقه ملح، كل ده تقلبوه في بعض، وبعد كده تحطوا خل وليمون، يا اما خل بس يا اما ليمون بس حسب ما انتم حابين. بس يلا كل سنه وانتم طيبين. استنوا بقى هبه. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لا أبسط عليه السلام. وصحبه صلى على وسلم. النبي حبايبي. طبعا دي عزومه هبه اختي حبايبي. عملنا لها بقى ايه بقى؟ ايه بقى؟ إيه بقى؟ عملت لي اهو قال لكم ملوخيه. اهم حاجه الملوخيه. عملت طواجن ملوخية وبسلة فاصوليا. برافو 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 برافو. فاصوليا باللحمة ورز طبعا وبطاطس ومحشي. وباقي بقى كفته عندنا من كفتة. امبارح، والمحشي بتاع امبارح، وبقيه الوز اهو يا جماعه. بقيه الوز اهو ما شاء الله. يعني مش هندي حاجه. لا. طب يلا يا هبه هاتي بقى نغلف لكم. يلا نقول بسم الله. بسم الله. ونبدأ. هات يا ميدو. ابراهيم نعم. هات طبقك احط لك. طب حط لهم هم الاول. ماشي. بسم الله الرحمن بس ايوه كلي 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 كلي. هات يا زحلوحي. ماشي. هات يا ابراهيم احط لك. ماشي. ادفعوا لي ده يا جدعان. ماما عايزة معلقة. بس كفايه كفايه. ماشي. مرحين بس. عم رهيم. ماشي يا حبيبي. كل يا مي. مين عاوز رز؟ السيوة. انت خلاص؟ ايه؟ خلاص. السيوة وقعت. ماشي. بسم الله. مين عاوز وز؟ أنا. مين عايز لحمه؟ مين عاوز؟ انت عايز ايه؟ وز ولا لحمه؟ تسلمي. لحمة. ايه؟ مين عايز وز. الاثنين؟ عاوز وز؟ خد. ماما. ده بقى ايه لحمه ايه؟ كده حتة لحمة خليها تطلع. ماشي خدي هاتي هنا المروان. خدي قسمي. عايز وز يا واد يا ماشي. ماشي. أهو. عايزه وز يا بنانه؟ لا. عايزه لحمه؟ عايزه ابراهيم وز؟ لا.
عايزه ايه بقى وز؟ لا ما انا عندي كتير هنا. من عايز فراخ؟ انا خدي انا فراخ. من عاوز لحمه؟ انا وايه تاني يا مي؟ بس ماشي. ضحى يا حبيبتي مش هتقولي عايزه حاجه؟ ضحى ما بتنطقيش ليه يا حبيبتي؟ اجيب لك لحمه يا ابراهيم؟ لا طبعا. عايز لحمه يا مروان مالك؟ تقعدي يا ميدو؟ لا يا خالته لا كفايه. خد بس كله. خدي يا بابا. عندي خلاص خليها انا بقى. خدي طب انتي. عندي كتير قوي هنا. مش هعرف اكل. خدي. عايزه اقول فلفل. اهو. مالك؟ انت ايه خدتها تاخدين كلها؟ ابراهيم وانا اهو في تاني. ام ملح. قولوا لي رايكم في الاكل بالله عليكم. تسلمي لك والله. بجد والله. شرب ده جميل ألف هنا يا جميل. حبيبي. بسم الله. شرب ده ربنا يجعله عامر يا رب. يا رب. ألف هنا. مروان يا مالك، مالك اقول لحبايبي انت عملت ايه اول امبارح؟ ما عملتش حاجه ايه؟ ما عملتش حاجه. طب اقول لهم، لا اقول لهم يا بنت لا خلاص مسامح كريم. انت عارفه على ايه؟ لا. لقطه. كل اكله ايه الزبه معي اقول لهم الزبه اقول لهم معي الزبه معي عيب 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 ما نشتمش. اقول لهم عملت ايه ولا لا؟ ها؟ ما تكسفوش بقى. يا عم ابراهيم انا ما غلطتش ولا عاوز ما بيكذب عليك ايوه ايوه صح. وانا مصدقك وانا مصدقك. بنت مي دي بتهرب. اول ما تحكي لي؟ مروان هيحكي لي بعد ما يبلع. ماشي. انت اللي هتحكي يا مروان؟ انا لو اكذب انا مش انا ماشي أوكي. ايوه انت صح يا ماهر. موافقين. انا ما خدتش حاجه انا اصلا ما خدتش حاجه المطبخ تاني عشان اكل مم. واول ما طلعت اول ما دخلت تاني لقيت ملك ماسك عامل طبق كده وعمال ياكل فيه ده اول ما دخل لقى مالك ماسك الطبق وعمال ياكل فيه. لا انت كذاب يا مروان ضحى نعم. عشان خاطري يا ضحى. نعم. كذاب ليه حلو؟ انت كذاب يا مروان ما هو يا ماما. الله. طب خدي عشان خاطري. دي اللي بيمين تاخدوها بس. لا اشياء وحشه ما تاخديهاش. أنا كليها يا مي. ايه رايكم بالله عليك؟ انت رمي دوري الف هنا يا حبيبي. عشان خاطري. اللحمه احلى. طب دوقي دي عشان خاطري كليها. ما تكلمنيش تاني. ايوه خلاص ما تكلمنيش. كل يا هبه. باكل والله. المفروض ده ميدو اللي ياكل الاطفال بعد كده هو ياكل. طب كله بس يلا. انا هيك. بيقول ايه؟ عظمه. ربنا يدوم علينا نعمه ويحفظها من الزوال. هم مين؟ احكي لكم حكايه صغيره. يا مروان يا مالك أيوة. احكي لكم حكايه صغيره. هنسمع ولا نتكلم؟ هنسمع. كان الشعراوي عليه رحمه الله كان في رمضان ماشي كده. احنا في رمضان كان زي كده يعني. المهم قابله راجل كبير في السن. قال له ازيك يا شيخ ومش عارف ايه. قال له بالله عليك يا شيخ بالله عليك تيجي تفطر عندي. يا الله. قال له انا مرتبط وكده. قال له بالله عليك ده انا ما صدقت لقيتك بالله عليك تعال افطر عندي. المهم قال له ايه؟ قال له خلاص ماشي. كده وهما داخلين البيت عنده الشيخ الشعراوي عليه رحمه الله بيقول السلم وهو طالع يعني يكاد السلم هيقع. يا الله. بيت قديم قوي.
وطالع كده بالراحه. فالشيخ الراجل طلع الاول، والشيخ شعراوي مخلي باله من السلم لا يقع. المهم يعني طلع لها اوضه تمام، فرش على قدهم، ناس غلابه جدا. فالمهم الراجل دخل لزوجته قال لها انا جبت الشيخ عشان يفطر معانا. قالت له يا نهار ابيض، ده احنا ما عندناش غير الفول وبطاطس ولسه الوقت وخلاص المغرب فاضل له نص ساعه مش هلحق اطبخ. وهيأذن. المهم الشيخ شعراوي نده عليه قال له بص انا هفطر معاك، بس انا بفطر انا معايا البلح بتاعي، يا الله. بفطر على بلح وماء، وبعد بعد الفطار بنص ساعه باكل، عايز اكل فول وبطاطس. يا الله. هو سمعه؟ ايوه سمع. اللهم صل على النبي عليه رحمه الله. قال له خلاص يا شيخ تمام. قال له بص يا شيخ، ده بيتي المتواضع، الشمس بتدخل لي من الشباك ده، بقعد اقرا القران وبصلي فرض الله، ومفيش يعني احلى حاجه في الدنيا العيشه بتاعتي دي، وانا مبسوط بيها. طبعا. والله يا ابراهيم اهم حاجه الرضا. ايوه جدع يا هبه، الرضا يا جماعه. المهم ايه، الشيخ فطر عنده وكده ومشي. المهم بعد فتره واحد تاني من الاثرياء عزم الشيخ، قال له انا عازمك عندي. راح بقى حاطط له المحمر والمشمر والاكل الايه طبعا، وقدام بسين وفيلا ما شاء الله وكده، والدنيا ما فيش بعد كده تاني، والتجاره طبعا قدام البسين وفيلا والدنيا ايه ما فيش بعد كده تاني. بعد ما فطر عنده الشيخ وهو رايح يوصل الشيخ العربيه، قال له يا شيخ الدنيا ضيقه عليا، قال له مصاريف كتيره والشغل وحش جدا، لا اله وانا إلا مش الله. لاقي وانا مش عارف ايه. الشيخ بيقول حسسني بكبت الدنيا كله وانا رايح اركب العربيه حسسه بكبت وزهق. وشفت عايش ازاي؟ ويقول انا مش عارفه ايه. يا ما يحمدش الله على النعم والله. فالشيخ بيقول الرضا يا جماعه، الواحد يرضى بالقليل والله. مظبوط. يعني بفضل الله الواحد يقول الحمد لله على كل شيء. طبعا الحمد لله رب العالمين. مظبوط. ابويا الله يرحمه كان مثلا نحط ملوخيه ورز وفاصوليا وعيش، يقول بص ربنا مدينا ملوخيه وفاصوليا وملح نعم وبصل وطماطم، ويقعد يذكر انعام الله سبحانه وتعالى. ربنا يدوم علينا نعمه ويحفظها من الزوال ويبارك فيكم. مش عايزين نطول عليكم. انت مش صورتني وانا بقول للنوره الاكل؟ ايوه بقول صورني وانا بقول للنوره الاكل. ابراهيم مش عاوزني اقول للنوره حاجه، ليه؟ عايزه تعتمد على روحها. طب مش من البدايه كده نساعدها؟ طبعا ده هي بتعرف تطبخ وكل حاجه، بس هي حابه يعني اول مره، هي النهارده اول مره تطبخ خايفه يعني خايفه، فقالت اول مره بمساعده ماما يعني. بعد كده واحده واحده هتفهم كل حاجه وهتعرف. عقبال البنات كلها يا حبايب قلبي ان شاء الله باذن الله. ماشي ماشي يا مالك مروان، ان شاء الله يا رب البنات كلها باذن الله تتستر باذن الله ان شاء الله، ونشوفها في بيوتها كده. واللي عايز يتصل عليا يعرف مني اي حاجه انا تحت امركم، بس ربنا يخلي لكم مامتكم ان شاء الله باذن الله. هي هبه تقول حاجه يا حبيبي؟ كل سنه وانتم طيبين. طيبين. رمضان كريم على الجميع. على الجميع ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايبي.